السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الطريق الساحلي قد شهد أمس الخميس حادث انقلاب سيارة ملاكي بالكيلو 185 بطريق محور الضبعة بالساحل الشمالي على الطريق الساحلي، وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص، وتبين أن الضحايا هم المنتج حسام شوقي المشرف العام بشركة سينرجي والمنتجين محمود كمال وفتحي إسماعيل. فيما نقل تامر أحمد فتحي لمستشفى العالمين المركزي لتلقي العلاج والإسعافات اللازمة، لكنه لحق بهم منذ قليل. وشارك رجال الحماية المدنية في إطفاء النيران التي اشتعلت في السيارة بعد انقلابها، وانتقل فريق من البحث الجنائي والجهات المختصة لمعرفة أسباب الحادث. أما عن الفنانة ياسمين عبد العزيز، انهارت النجمة ياسمين أمام المستشفى التي تواجد فيها جثامين حسام شوقي ومحمود كمال وفتحي إسماعيل بمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية. أما عن رد فعل أحمد العوضي وهو رد غير متوقع، حرص النجم أحمد العوضي على التواجد بجانبها في أول ظهور لهما سويا بعد الانفصال لمحاولة تهدئتها. حاول النجم أحمد العوضي يهدئ ياسمين عبد العزيز من حالة الانهيار اللي كانت فيه، وكان يبدو على أحمد الخوف الشديد على ياسمين عبد العزيز. كانت ياسمين عبد العزيز عبرت عن حزنها الشديد لرحيل حسام شوقي، والذي كانت تعتبره أخ لها، وكانت على معرفة بأسرته وتقوم بزيارتهم في كفر الزيات. وكانت ياسمين كتبت عبر حسابها بتطبيق انستجرام: حسام شوقي مش منتج، لا، حسام كان ليا أخ وصديق وسند وظهر. مع السلامة يا أطيب وأجدع وأغلى إنسان، ربنا يرحمك يا أخويا يا غالي، يا رب يصبرني يا رب. وبعدها بساعات كتبت: ايه يا حودة، حتى انت كمان هتمشي مع حسام؟ والله كتير اللي بيحصل لي ده، كتير عليا والله. شاع أهالي قرية كفر القصار مركز كفر الزيات بمحافظة الغربية جثامين المنتجين الثلاثة حسام شوقي وفتحي إسماعيل ومحمود كمال بمسقط رأسهم لمثواهم الأخير بمقابر عائلتهم بالقرية في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بحضور عدد كبير من الفنانين وصناع الدراما على رأسهم المنتج تامر مرسي ونقيب الممثلين أشرف زكي. وحضر جنازة المنتجين الثلاثة كل من الفنان أحمد السقا وأحمد عيد وأحمد صلاح حسني ودينا فؤاد وإيمان العاصي وأحمد العوضي وياسمين عبد العزيز